انا عندي 6 صوابع وخايف انزل مصر. اسال الناس السؤال اللي انت عايز تساله. انا بقالي 3 سنين في ايطاليا ومعايا ورقي والحمد لله، وانا نفسي انزل اشوف اهلي. فانا دلوقتي مش قدرتي اللي انا ادفع 8000 ونص يورو. هم مش 8000، هم لسه 7000 على فكرة. تمام 7. انا النهارده بشتغل يعني مرتبي 1000 ونص يورو، سكن واكل وشرب. انا دلوقتي هدفع ازاي 7000 ونص يورو وانا راجل معاق؟ عندي صبع زياده، انا عندي 6 صوابع وعندي وتر وشريان وعصب مقطوعين هنا. وايدي يعني ايدي كده، وخايف انزل مصر. سالت محامي عسكري قال لي الصبع ده عيبك في ايه؟ قلت له ده عيب خلقي، ده حاجه من عند ربنا، حاجه انا ما اخترتهاش بايدي. انا ننزل اشوف اهلي، انا ننزل اشوف اهلي. انا ابويا ميت وعندي جوز اخوات صغيرين وامي قاعده لوحدها. ليه ما عملتش اخ كبير لاخواتك؟ خايف انزل. انا عشان اعمل كده كل ده انزل مصر. رحت السفاره هنا قالوا لي انزل مصر. يا ريت يا جماعه اللي يعرف حاجه بخصوص الموضوع ده يتواصل مع الراجل ده، او اللي يعرف يساعده باي حاجه بخصوص الموضوع ده، ان هو يضمن له ان هو يعرف ينزل مصر او يعمل حاجه. يا ريت يتواصل معاه. يعني لو في حد مثلا بس يكون واثق من الكلام اللي هو هيقوله. انا عندي صبع زياده في الايد اليمين في التحيه، وعندي في الايد الشمال العصب الزندي والشريان الزندي والوتر بتاع القبضه مقطوعين ومتوصلين، مقطعين قطع عمق. ومعايا تقرير طبي من مستشفى الميري بتاعت اسكندريه. الكلام ده في 2021.